السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير يا رب. انا صابه لاباس الحمد لله. واش نقول لكم البنات؟ صحه وبشركم، واللي راهم يصوموا ربي يتقبل صيامكم ان شاء الله. وان شاء الله رمضان يدخل علينا بالصحه ولهنا ما بقالوش ان شاء الله، رانا مع التوجات. يلا جيتكم اليوم بهذه الوصفه تاع البوراك التركي. كيما راكم تشوفوا بزاف شباب البنات مورق بدون زبده التوريق. كاين اللي ما يحبوش البوراك هذاك المقلي، يديروا هذا بزاف هايل. انا نجيب خيفه هذا 100% ولا مليار بالمية هايل. شوفوا البنات جاني تحفه ما شاء الله. يلا تابعوا الوصفه. في ريسيبيو حطيت كاس تاع حليب يكون دافي مع ربع كاس تاع الزيت، ونخلطوا شويه بالفوي كيما راكم تشوفوا باش نمزجوا هذاك الخليط، يعني يولي خليط واحد. ونزيدوا حبه تاع بيض تكون متوسطه بدرجه حراره الغرفه. نزيدوا نخلطوا بالفوي كيما راكم تشوفوا، ونزيدوا ملعقه صغيره تاع الملح او الملح حسب الكميه اللي تحبوها. ونبداو نطمو بالفرينه. العجينه تاعنا هذا وش فيها، ما فيها خميره ما فيها والو، هذا وش فيها غير الحليب والبيض والزيت. ونطمو بالفرينه كيما راكم تشوفوا. نزيدوا الفارينه، نزيدوا البنات حتى نتحصلوا على قوام يكون متماسك نوعا ما يكونش يتلاصق، ولا حبيناه يكون متماسك يكون شاد روحه. دوك تشوفوا العجينه كيفاش ولات لي. شوفوا البنات هنايا العجينه كيفاه متماسكه، ماشي متماسكه حتى يابسه، يعني متماسكه وما تلصقش في اليد. هذه هي. نجو لهنا البنات كيما راكم تشوفوا ذوبت شويه تاع زبده عاديه. انا درت مارغرين ذوبتها وخليتها بردت وحطيتها بجيه، دوك نستعملوها فيما بعد. نجو هنايا نحكمو نديرو حربوش كيما راكم تشوفوا. نقسموه هذاك الحربوش نقسموه على 2 ونزيدو نقسموه على 4 كيما راكم تشوفوا. الفيديو راه يوضح لكم احسن من الكلام يعني. ونديرو دوائر كيما هذو، ونخلوهم يرتاحوا. عفوا البنات نديروا شويه تاع فارينه اذا بدات تلصق معاكم ولا، ونغطيهم ونخلوهم يرتاحوا. نروحوا نخدموا لافخس تاعنا. انا هنايا درت حبه تاع بصل متوسطه قطعتها مكعبات، واللي تحب تربيها في الروبو تربيها. زدت لها شويه تاع الملح باش تذوب لي. بعد ما تكرمت لي البنات انا زدت هنايا 2 حبات تاع فلفل اخضر، فلفل يعني طرشي، قطعتها رقيق صغيره بزاف وخليتها تقلى مع البصل. وزدت هنايا كميه تاع اللحم كيما راكم تشوفوا، وهو بالبولياشي هو بالدجاج المفروم راح يجي بنين اكثر كيما راكم تشوفوا. نخلوهم يطيبوا. نزيدوا ملعقه صغيره تاع فلفل اسود وملعقه صغيره تاع كركم. انا ما حبيتش لافاس تاعي تجي حمراء. وزدت هنايا شويه تاع مكعبات تاع الفرماج. هذه لافاس البنات بزاف بنينه، تهبل ما تنشبحش الحق ربي، جايه سامك بصح ما تنشبحش. نجو لهنا الخبيزات تاعنا. نستعينوا دائما بالفارينه باش ما تلصقش معانا وباش تتحللنا بالخف، باش العجينه رايحه تتحلل بالخف. انا حاولت هنايا نديرها دائره، يعني دوائر، نديروا هذوك الكريسات دوائر. ومن بعد ندهنوهم بهذيك الزبده اللي كنا خدمناها. هنايا كانت بردت معايا بزاف حتى قريب جمدت. ندهنوا كامل هذاك الوجه تاع الدائره اللي خدمناها، ونزيدوا دائره واحده اخرى نحطوها فوقها. دوك تشوف هذا البوراك البنات يخرج كميه كبيره. انا خرجت لي كميه ما شاء الله عليها، بقات لي حتى الغدوه من ذاك فطرنا بها وزاكيه ما شاء الله.
يعني كي ديروها في رمضان رايحين تفطروا بها وتسحروا بها باذن الله. شوفوا البنات راني حطيتها فوق اختها كما راكم تشوفوا، ونبداو هكذا نضغطوا عليها بالاصابع تاعنا ونحللوها كاري البنات، كاري ولا مستطيل يعني كما راكم تشوفوا. عفوا لهنا كما راهي نطويوها كما المسمن البنات كما راكم تشوفوا. كما ثاني العجينه المورقه كما راكم تشوفوا نطويوها كما المسمن. درت معكم وحده دوك نزيدو وحده ومن بعد نحطوهم كامل يرتاحوا باش نخدموهم كاري. انا نسيت راني خدمت معاكم واحده اخرى نحاول نخدمها مدوره ونزيدو ندهنوها بس بالزبده هذيك. واللي عندها الزبده المورقه تكون من الاحسن وافضل، يعني اذا كانت عندك في الدار موجوده ذوبيها وخليها تبرد شويه وتدهني بها. نزيدو هنايا نحللو واحده اخرى كما راكم تشوفوا. راني نستعين بالفارينه باش العجينه تاعي تمشي ونحطها فوق اختها. يعني حاجه سهله عاديه، حاجه ما هي معقده، ما هي والو. نجي هنايا نحطها فوق اختها كما راكم تشوفوا، ونحاولوا نضبطوهم كيف نلصقوهم كامل كيف ونضغطوا بالاصابع تاعنا ونحللوهم كما راكم تشوفوا. حلوها مدوره عادي ومن بعد نديروها كما المسمنات، نطويوها كما المسمنات. كما راكم تشوفوها هاني نطوي فيها ونخلوهم يرتاحوا. شوفوا كيف تولي يعني كيما لاباط فايتي. نحطهم البنات في كاش صينيه ولا ونغطوهم ونخلوهم يرتاحوا. الحر بارد يعني بلا ما نحطهم في الثلاجه. اذا كانت سخانه حطيهم شويه في الثلاجه باش هذيك الزبده تحكم روحها. هذا مكان انا خليتهم برا عادي وحللتهم بكل سهوله. نزيدو نستعينوا بالفارين البنات ونبداو نحللو في هذيك العجينه تاعنا. خرجت لنا 4 كاريات. هنايا نبداو نحللو فيها كاري ولا مستطيل كما راكم تشوفوا. كاري من الاحسن تكون كاري. حاولوا ترققوها البنات باش حبينا البوده هذاك نخرجوا منه 3. لو كان ديروا تخرجوا منه 2 برك ما راح يجوكم معجنين ولا يعني باش تخرج لكم ثاني كميه كبيره. شوفوا انا البنات رققتها، حاولت يعني رققوها البنات. شوفوا وهنايا نبداو نديروا في لافخس تاعنا. لافخس البنات يعني اذواق، كاين اللي يدير السلق، كاين اللي يدير كما قلت لكم الدجاج مرحي، كاين اللي يديروا كما انا درت فلفله هكذا، فلفله بالفورماج والفيونداشي جبنين ثاني. كاين اللي تحب دير فيونداشي فورماج، مهم ديري غير الفورماج وحده، المهم كيما تحبي نتيا. شوفوا البنات شوفوا كيفاش راني ندور فيها هكذا ونقطع بالجراره، يعني ما تدوروش بزاف، دوره ونص، ديروا دوره ونص هذا مكان وبداو تلصقوا فيها كما راكم تشوفوا. فيديو راه يعبر لكم. ونخدموا البوده تاعنا ونحطوه في الصينيه. انا كنت حطيت بابي كويسون، نتوما اذا ما عندكمش عادي حطوا الزيت من تحت وخلوها كما راكم تشوفوا. نزيد نخدم معكم واحده ثانيه.
اني كنت نحط الله يبارك لافاخس مليح، حبيتها تجي معمره شارجي، حبيتوش فارغ شويه. على بيها درت الفلفله والبصل وحبيتو يكون زاكي، حبيتو لافاخس تاعي تكون زاكيه. شوف البنات عفوا اني قطعت بالجراره كما راكم تشوفوا، ولا موس ولا واش عندك عادي. ونبداو نضغطوا على هذوك الجوانب ونلصقوا فيهم الحواف، ونحطوا البودة تاعنا ثاني مع اخوه. انا نوريكم فيهم. اني نقول لكم باللي هذيك القطعه جاتني شويه صغيره بصح دوك نحللها. شوفوا البنات ما تلصقوش في خوه مليح مليح، يعني خلوا لي سباس شويه بيناتهم. كي تكون هكذا تقلصت لكم العجينه، كي تكون تريح تولي تتقلص عادي، حلوها شويه وخدموا. راني ندور كما راكم تشوفوا. ضغطوا دائما على الجوانب باش ما تفتحش معكم في الصينيه، واللي تحب تنحي هذوك الزوائد تنحيهم عادي. ها هو الثالث تاعنا. وهنا نشكل كامل اللبودة تاعنا البنات، نشكلهم كامل. وندير لهم صفار تاع البيض. انا جبت 2 صفار بيض مع شويه الحليب، ونمزجوهم هذا كما راكم تشوفوا. لا غير نسيتو بانسو ونزيدو شويه جلجلان. انا درت جلجلان، واللي تحب سانوج واللي تحب اي حاجه يعني اذواق. ونجو هنا البنات نقطعوه، يعني نديرو علامات ومن بعد نبداو نقطعوه فيه باش كي يطيب لنا ما رانيش راح نلقاو صعوبات. باسكو راح يجي مورق، وحاجه مورقه كي تجي حتقطعيها راح تتفتت. يعني نقطعوه دركا باه كي يطيب لنا نقطعوه بسهوله، نحو هذوك الحبيبات بسهوله كيما راكم تشوفوا البنات. يعني التقطيع كيما تحبوا نتوما. انا قطعت كيما نحب انا، وخليت هذوك الزوائد عادي كليناهم وبنان ومعمرين وانتيك كاع. تحبوا تخليهم خلوه تكون حربوش طويل عادي. شوفوا البنات وهنايا في طبق التقديم طاب لي. شوف ما شاء الله، رافقته مع شوربه. وانتم رافقوه كيما تحبوا، شوربه ولا عدس ولا لا سوب ولا واش عندكم في الدار. شوفوا البنات جاني تحفه، والريحه في الدار ما نحكي لكمش، يشهي. شوفوا البنات جاني مرق يهبل كامل، عجبهم في الدار مع حريره محرحر. الله قولوا لي قريب رمضان ونشبوا حريره. شوفوا البنات تورق لي، خلوه يطيب ابتي فو ما الفوق والتحت. وما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم لا فيديو.